بص يا صاحبي، قبل ما نبدأ كده فأنا عايز أقول لك إن جايب لك حاجة جامدة، حاجة كده ممكن تقول عليها قنبلة الموسم. فتخيل تكون شاب فاشل عايش في الدنيا زي أي حد ومكروه من كل الناس اللي حواليك، وأما أخيرا الحظ يضحك لك وتلاقي الشغل كويس بمرتب محترم وتنجح في حياتك، يجي واحد ابن حرام ماله 60 لازمة في الحياة دي يخبطك ويموتك. هو ده حرفيا اللي حصل مع بطلنا. المهم يا صديقي، زي ما كلنا طبعا عارفين، فعملية الاستدعاء بتتم من خلال ملكة مقدسة أو مجموعة من الكهنة. لكن يا صديقي، هل تعرف ان ملك الشياطين يعرف يستدعي حد؟ هو ده اللي حصل مع بطلنا. فما تنساش يا صديقي تصلي على النبي وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدا في الانمي بتاعنا. بيبدا الانمي بتاعنا مع شاب غلبان اسمه دينوسكي، واللي كان بيدور على شغل في كل مكان، وفعلا بيلاقي شغل وبيكون شاطر جدا في شغله، بس محدش كان بيقدر شغله ولا حتى كان بيترقى. وفي يوم من الايام بيجي له امر نقل من مكان شغله لخارج البلاد، وفعلا بيروح للمكان الجديد وبيجتهد جدا في عمله. ولكن واثناء ما كان بيتكلم المدير على انه يجيب ناس تانية تشتغل معاه، بيشتم المدير وبيكون منظره وحش جدا قدام الناس. ولكن لما بيقعد لوحده من تاني بيشوف ذكرياته وانه كان نفسه يبقى شخص عظيم جدا في المستقبل، وفعلا بيكمل شغله بحماس اقوى عن اللي كان عليه في الاول. وبيلاحظوا بقيه الموظفين اللي كانوا معاه انه بيشتغل بجد كبير جدا، وبيقرروا ان هم يساعدوه في شغله، وده اللي بيخلي دينوسكي مبسوط جدا، وبدا يحس خلاص ان الدنيا هتتظبط معاه. ولكن بيجي له مكالمه من رؤسائه في العمل انه هينتقل لمكان تاني، وده اللي بيخلي دينوسكي يتشل حرفيا. واثناء ما هو ماشي في الشارع من كتر الزعل ما كانش شايف قدامه حد، وده اللي بيخليه يعمل حادث وينتقل لعالم تاني. وبيكون واقف وسط جنرات ملك الشياطين، وبيكلمه ملك الشياطين وبيقول له بسبب مهاراتك العظيمه دي وسعيك وراء النجاح، لما رحت خارج البلاد انت بتكون مؤهل جدا ان انت تكون واحد من الجنرات الخاصه بملك الشياطين. وعرض عليه مكافآت كتيره جدا، وده بيخلي دينوسكي مستغرب جدا. وبيكمل ملك الشياطين كلامه وبيقول له ان لو مش موافق ممكن يرجعه للعالم بتاعه من تاني. فبيفتكر دينوسكي الحاجات اللي حصلت معاه في العالم بتاعه، واللي هي كانت وحشه جدا، والمعاناه اللي كان بيعانيها هناك. ولكن قبل ما يتكلم بيعرضوه الجنرات الثلاثه بتوع ملك الشياطين، فبيقرر ملك الشياطين انه يختبر دينوسكي، ولكن بيرفضوا كلهم ان هم يضموه للجنرات الاربعه على ملك الشياطين، لانه كده ممكن يعرض جيش ملك الشياطين للخطر. فبيقرر ملك الشياطين انه يخليه واحد من الجنرات الاربعه، بس هيكون بشكل استراتيجي لان الشخص ده عنده خبره كبيره جدا. وفعلا بيعرفوا ملك الشياطين ان الاختبار بتاعه هو ان جيش ملك الشياطين عامل اتفاق مع العشائر اللي حواليهم، واللي هم عشيره السلمندر وعشيره المستذئبين. ولكن المفاوضات مع عشيره المينيتور واقفه ومش عارفين يعملوا عقد معاهم، فعلشان كده مهمتك الاولى يا بطل ايوه انت توصل لحل معاهم علشان نعمل معاهم عقد. وبعد شويه بنشوف دينوسكي ماشي وهو بيفكر في اللي قاله له ملك الشياطين، وبيفتكر تشجيعه ليه لانه بيكون مهم جدا لجيش ملك الشياطين. وفعلا بتاخد البنت ام شعر احمر من جيش ملك الشياطين وبتوديه لعند غرفه قاده عشيره المينيتور. ولما بيشوفها دينوسكي بيكون مرعوب جدا لان حجم الباب بيكون كبير جدا. ولكن لما بياخد قراره انه لازم ينجح في الاختبار ده لانه اخيرا لقى حد يقدره ومش عايز يخيب ظنه. وهنا بتفتح الجنرال الباب، واول ما يشوف دينوسكي بيكون مرعوب جدا من منظره الضخم ده. فبيقرر المند اللي هي واحده من الجنرالات الاربعه من جيش ملك الشياطين ان هي تساعده في البدايه، وبتروح لعند زعيم المينيتور ولكن بتتعصب منه وبتشتمه وبتمشي. وبتعرف دينوسكي ان زعيم المينيتور اسمه تاريوس، وكانت المفاوضات معاه ماشيه بسلاسه وسلام، لكن كان قبل ما نخلص معاه ونعمل العقد بيقول لا على طول، وبعد كده بيستمر ان هو يقول لا وبيرفض. ومن هنا بتقول لدينوسكي دي مهمتك يا بطل، يلا بقى ورينا شغلك وايه اللي هتعمله في مهمتك الاولى. وهنا بيفتكر دينوسكي فلاش باك من الماضي بتاعه لما كان بيحاول يقنع حد انه من الصعب انه يوافق اصلا، ولكن هو عارف الحل لما بص في عينيه وفهم هو عايز ايه بالظبط. وفعلا بيقرر ان هو يخش لزعيم المينيتور، وهنا بيروح لعند ملك الشياطين وبنشوف المندر بتعرفه ان زعيم المينيتور رافض اي شيء، وبكده المفاوضات من دينوسكي معاه هتكون صعبه جدا. وهنا بتروح المندر لعند دينوسكي وبتشوفه بيجمع القش في اكياس، فبتقول له على اللي انت بتعمله ده هو مش هيوافق اصلا. فبيعرفها ان حجم الجسم مش بيهم اثناء المفاوضات، ولكن اسباب الرفض بترجع ان الشخص المتفاوض معاه مش عارفين هو عاوز ايه بالظبط، علشان كده بتفشل المفاوضات. فدلوقتي رهبيني وانا بخلي المفاوضات دي تنجح، وبتستغرب منه لان اتخطى خوفه بالسرعه دي. وبعد كام يوم من المفاوضات بترجع المندر لعنده دينوسكي وبتشوفه هو عمل ايه بالظبط، فبتلاقي ان القش مرمي في كل حته، فبتفتكر ان دينوسكي فشل في المفاوضات معاه. فبيفاجئها دينوسكي وبيقول لها ان هو نجح في المفاوضات معاه، وهو دلوقتي راح لملك الشياطين علشان يكتبوا الاتفاق اللي ما بينهم. فبتتفاجئ لانه عارف يعمل عقد مع الشخص العنيد ده، فبيعرفها ان الاشخاص اللي زي دول بيكونوا طيبين جدا، لكن هو عاوز ان انت تكلميه باحترام اكتر. وكمان برضه ان عشيره المينيتور بتحب القش، ولما جبته لهنا هو حبه جدا. وبعد كده بيقرب منه المينيتور وبيسلم على المندر وبيعتذر منها لان
لانه ما كانش يعرف اللي كان بيعمله ده بيتسمى بقلة ذوق. وبعد كده بيمشي المينيتور وبيكون متراضي جدا على الاخر، وبيقلب ملك الشياطين من دونسكو وبيقول له ان هو نجح جدا في الاختبار ودلوقتي بقى فرد رسمي من الجنرالات الاربعه، وبيدي ملك الشياطين دونسكي سوار بيدل على انه خلاص بقى شخص رسمي من الجنرالات الاربعه. وبس كده يا شباب، دي كانت ملخص الحلقه الاولى من الحكايه بتاعتنا. فلو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتكتب لنا تعليق في التعليقات تحت ان انت عايز الحكايه دي. وبس كده، اسيبكم، سلام.